صلاح، أرجوك ما تعملش في نفسك كده عشان خاطري. ولو عليا أنا ممكن أختفي من حياتك خالص لو ده هيريحك. تفتكر هو ده الحل؟ يعني لو هيريحك. أنا ما عادش حاجة تريحنا يا هلا. الست صاحبة القضية قدمت فيها شكوى وبقت مطلوب للتحقيق. سمعتي بقت على المحك. ده غير جوزها اللي عمال يهدد إنه هيوصل علاقتنا لسارة، وسارة طالبة الطلاق. أنا تعبت. لو على التحقيق أنت عارف هتخرج منه إزاي. ولو على الراجل ده فهو ما عندوش أي حاجة تثبت اللي بينا. واحمد ربنا إننا ما اتجوزناش، لأن لو كان ده حصل ووصل خبر زي ده لمراتك وهي في الحالة دي كان هيبقى صعب عليها جدا. ساعات بنقابل الناس الصح في الوقت الغلط. يمكن لو كنت عرفتك قبلها يمكن حاجات كتير في حياتي كانت اتغيرت. ده نصيب وهي في الأول في الآخر مراتك. أنا يا دوب سحبت صيف وعدت. صدقني أنا مش زعلانة خالص. أهم حاجة عندي راحتك. أنا مبقتش عارف أرتاح يا هلا. أنا شايف مراتي كل يوم بتموت قدام عينيا، وأنا السبب في كل اللي بيحصل لها ده. سارة نفسها تخلف وتبقى أم، وأنا خايف أبقى أب. زي ما أنا خايف أتجوزك وراضي بالكام ساعة اللي بخرج فيها همومي عندك. صدقيني أنا مش أناني. أنا مش بفكر في روحي وبس، أنا بفكر فيكم كلكم. عارفة والله يا حبيبي عارفة. وأنا لو خلفت أنا مش ضامن أعيش ابني في المستوى اللي بحلم بيه. بالي أجيبه وأعذبه وأتعذب معاه. حتى لو اتجوزتك أنا مش ضامن أساعدك. بالي أربطك معايا وأعطلك. على فكرة كل ده غصب عني. أنا بكره خوفي وضعفي، وبكره نفسي كمان. بس أنا بحبك. كل عيوبك ومشاكلك بحبك. قلبي ملوش سلطان يا صلاح. ما بيعرفش يفرق ما بين صح وغلط. وأنا كمان بحبك يا هلا. بحبك. ولقيت نفسي اللي أنا أصلا مش فاهمها لقيتها معاكي. لكن في نفس الوقت هي كمان هي ملهاش ذنب. ارجع لها يا صلاح. ارجع لها وراضيها، وما تصدقش أي كلمة هي قالتها. الست لما بتتجرح بتلطش. أي حاجة بتقولها بتبقى عكس اللي جواها. بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 149